الفترة اللي شريف أشرف مشي فيها وراح الزمالك اه قالوا لك احنا ننزل القطاع ناخد اللعيبة المميزة ونمضيها ايه عقود 5 سنين. اسماء تألقت ونجوم في قطاعات الناشئين بالجمله بقى، مش زي اليومين دول بنحاول ندور على نجم. وخلاص المجموعه دي او عفروتو هيطلع الفريق الاول، اول تدريب او لما الاقي اسمه مكتوب يلا يا باشا انت هتمرن فوق. بص بقى اللي حصل معانا بقى، بص الصدف وجمال ربنا لما يشاور عليك. الفترة اللي شريف أشرف مشي فيها وراح الزمالك اه قالوا لك احنا ننزل القطاع ناخد اللعيبة المميزة ونمضيها ايه عقود 5 سنين. حلو. الحمد لله انا كنت وبضرة نافعه. الحمد لله انا كنت من ضمن الفئة الأولى. مضينا ساعتها في النادي الأهلي 5 سنين ب 717 ألف جنيه. ما شاء الله. قالوا ما لنا شاء الله. أول سنة احنا هنديكوا كام مقدم وبعد كده هيخصموا لنا حاجة حسبة كده يعني 50 ألف جنيه. حلو قوي. ابويا دخل معايا، دخلنا كان الله يرحمه كابتن احمد ماهر واستاذ زكريا فتح ساعتها وادانا الفلوس من الخزنه بتاعت النادي الاهلي ومضينا الاستلام الله. وكل حاجه. خدنا احنا ال50 الف جنيه ديت وخدنا بعضنا روحنا، وابويا لفها في ورق جرايد وحطها. كان احنا بقى عارف الكنب ايوه فلازم يبقى في صندوق. ايوه صحاره مش صنداره يا كابتن. ايوه صحارة. الصحاره. أيوة. والقفل ده لازم يبقى معمي. ايوه طبعا. راح ابويا وزير مكلفتها الماليه بتاعت البيت كان الام وما زال بالظبط لحد دلوقتي. طبعا. رحنا حاطينهم فانا البيت قلت المصري ما بيتغيرش يا جماعه. فابويا راح مكلفتهم كده في الايه طبعا في عشان الجورنال. ما يبردوش. لا يبردوا ايه بقى 50 الف جنيه. انت شاء الله. متخيل ابويا طبعا. ماسك 50 طبعا. ابو ابنه لسه ما طلعش من البيضه زي ما بيقولوا. شقاه ده اللي هو بقى شقاه بيعملوا التربيه بس. الحلال اللي احنا كنا بنقولها بس في الاول. كده. الحمد لله. بس